هلا ومرحبا، كيفكم متابعيني؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. اليوم جيت أعمل معاكم تبولة على الطريقة السورية. هذه الطريقة جابتها لي جارتي سورية ما شاء الله تبارك الله، دايما آكل عندها التبولة وقلت أشاركها معاكم. في ناس كتبوا لي على الواتساب من زمان أني ما حطيت فيديوهات في اليوتيوب. أنا صح ماني أدخل وأحط فيديوهات لأن ما عندي تفاعل وأتعب نفسي، وما في حد يعني يسوي مجهود يسوي مشاركة للفيديو ولا يسوي لي لايك. أتمنى منكم الدعم علشان أزود من الفيديوهات. المهم نمشوا على بركة الله. دالحين نمشوا للمقادير حق التبولة. المقادير حق التبولة اللي عبارة عن الحين نمشي لطريقة التحضير. هنا عندنا برغل اللي نقعته في الموية وحطيت عليه 2 ملاعق كبار من عصير الليمون. وهنا جبت طماطم 4 حبات قطعتها قطع صغيرة مرة صغيرة. وجبت هنا بصلة اللي قطعتها قطع صغيرة مرة كتير. وكمان لما قطعي حاجة صغيرة علشان تيجي التبولة كويسة. وهنا كمان أخذت لي نعناع اللي هو فريش وقطعته، يعني حسب الحاجة حسب الأفراد تاخذوا الكمية المناسبة. وهنا كمان أخذت لي باقة بقدونس اللي مغسولة ومنشفة، قطعتها صغيرة وحطيتها وخلط المكونات مع البرغل. تمام، حطينا معاها شوية فلفل اسود شوية ملح وشوية عصرة ليمون. تمام، ونخلط المكونات مع بعض ونحطها في صحن التقديم. وبالصحة والراحة علينا وعليكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علي باللايك والتعليقات، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.